راه التبرع بالدم هو مبني على مجموعه ديال الشروط. هاد الشروط هذه كلها هي كتصب على اساس انه واش المتبرع بصحه جيده ولا ماشي بصحه جيده. اول شرط اللي تنبغي نقول هو عامل السن، يعني السن خصو يكون من 18 سنه حتى ل 60 سنه، ويقدر يمشي حتى ل 65 سنه الا كان متبرع منتظم. متبرع منتظم هو كل متبرع اللي كيعطي على الاقل 2 نوبات في العام. الشرط الثاني هو الوزن ديال الانسان خصو يكون فايت 50 كيلو، لانه الحجم ديال الدم اللي عندنا في الجسم هو رهين بالكتله ديال الجسم ديالنا. الشرط الثالث واللي هو مهم هو المتبرع ما خصوش يكون حامل امراض مزمنه، يعني الناس اللي عندهم الامراض المزمنه ولا في فتره ديال العلاج هما راه معفيين من التبرع بالدم. هاد 3 الشروط الى المتبرع احترمها راه تتكون عنده فرصه كبيره باش في الفحص الطبي اللي هضرنا عليه قبيله، اللي هو تيكون مناسبه لتقييم الحاله الصحيه ديالو، كتكون عنده فرص كبيره باش يقدر يتقبل وباش يقدر يدير هذا الاجر هذا. التبرع بالدم هو تيمر على مجموعه ديال المراحل. اهم مرحله هي المرحله ديال الفحص الطبي، يعني ماشي اي واحد يقدر يتبرع بالدم. باش نتبرعوا بالدم خص تكون عندنا واحد المؤهلات اللي هي صحيه، يعني المتبرع خصو يكون بصحه جيده. دونك الطبيب هو اللي تيكون اهل باش يقول واش هذا المتبرع يقدر يتبرع ولا ما يقدرش يتبرع. بعد الموافقه ديال الطبيب بيان سور كتجي العمليه ديال اخذ الدم. اذا كان الجسم ديال الانسان فيه 5 لتر ديال الدم، حنا تناخذوا 400 مليلتر، يعني ما قيمه 7% حتى ل 8% ديال الدم اللي عندنا